أهلا بيكم في قناتنا، وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل ابعتوها لنا تحت في صندوق التعليقات أو على صفحتنا على فيسبوك، وأكيد هنلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة من غير اسمي لو سمحتي. أنا مشكلتي بدأت لما أبويا وأمي اتطلقوا بسبب تدخل عماتي المستمر في حياتهم، وكانوا بيخلوا دايما أبويا يضرب أمي. وزادت المشاكل لما اكتشفوا مرض أمي، بدل ما يدعموها أو حتى أبويا يعاملها كويس، لا ده زود فيها. واستغلوا إن جدي وجدتي متوفيين ومفيش مكان أمي تروح له، لكن أمي فاض بيها وشالتني وأنا عندي 2 وراحت بيت أختها بعد ما طردها أبويا. وبصراحة خالتي وجوزها عملونا أحسن معاملة، وعشنا معاهم 2 لحد ما أمي توفت وهي مكسورة وحزينة، وبقيت يتيمة الأب ويتيمة الأم على الرغم من وجود أبويا. وبعد كده اتربيت في بيت خالتي. جوزها كان راجل محترم جدا، وكنت بقول له يا بابا من يوم ما اتعلمت الكلام. وربنا يعلم ان عمره ما فرق بيني وبين ولاده ال4، وهو موظف حكومي ودخله كان محدود. ورغم كده كان بيشتغل بعد الظهر وما بيدخلش البيت الا الساعة 12 بالليل علشان يعيشنا في مستوى كويس. وخالتي بدأت تتعلم الخياطة وتعمل ملايات وتقصر هدوم للجيران علشان تساعده. وفي كل الظروف دي كانوا بيعملوا لي احسن عيد ميلاد، وكانوا بيجيبوا لي احسن لبس، ودخلوني مدرسة كويسة جدا زي ولادهم بالظبط. عمرهم ما قصروا معايا. الحمد لله كنت بنجح بتفوق لحد ما دخلت كلية من كليات القمة، وكنت عاوزة اشتغل عشان الحمل تقل عليهم. جوز خالتي رفض تماما وقال لي ركزي في مذاكرتك. كل ده وابويا ما يعرفش عني اي حاجة، ولا حتى فكر يعرف انا في سنة كام، ولا معايا فلوس ولا لا، ولا انا عاملة ايه، ولا حتى مرة جالي في عيد. وعرفت من ناس قرايبنا انه اتجوز 3 مرات خلال السنين اللي فاتت، وكل مرة بيتجوز واحدة بيطلقها بعد فترة بسبب عماتي اللي لسه ما اتجوزوش، وعنده من اخر واحدة اولاد. وبرضه اتكررت مأساتي ورماهم وما يعرفش عنهم حاجة. وفي يوم من الايام لقيت خالتي دخلت عليا الأوضة وهي زعلانة، وقالت لي في حد بره عاوز يشوفك. فقلت لها مين؟ قالت لي اطلعي بس. طلعت ورحت لقيت واحد قاعد معرفتش هو ده مين. فوجئت بيقولوا لي ان ده ابوكي. انا عندي 22 سنة عمري ما شفته، جاي دلوقتي وانا شابة كبيرة وهتخرج كمان سنة. قلت بيني وبين نفسي يمكن حس بمشاعر الذنب ومشاعر الأبوة اتحركت جواه، لكن بعد 5 دقايق بالظبط اتصدمت. قال انه جاي ياخدني علشان اعيش معاه ومع عماتي اخدمهم، لانه بيحاول يتجوز ال5 ومحدش راضي بيه. فبصيت لجوز خالتي وانا مرعوبة. فقال لابويا سيبها تعيش معانا. وانا قلت لابويا انت دلوقتي جاي تفتكر ان عندك بنت؟ انا هعيش هنا، عمري ما هاجي معاك. قام يتهجم عليا ويضربني. جوز خالتي بعده عني بالعافية، فقال لي انه هياخدني غصب عني سواء رضيت او مرضتش. وقال لي لازم تبقي تحت رجلين عماتك تخدميهم، والا هغضب عليكي وتبقي بنت عاقة. ومشي. وانا قعدت اعيط، وخالتي كمان قعدت تعيط على عياطي. وجوز خالتي قال لي القرار قرارك، لو عاوزة تروحي عمري ما هقدر امنعك، لكن بيتي مفتوح لك دايما. قلت له انا معرفش اب غيرك. قال لي خلاص عمري ما هسيبك، ومحدش يقدر ياخدك غصب عنك مهما كان. سؤالي بقى دلوقتي، هل انا فعلا كده عاقة لاني رفضت اروح اخدم عماتي اللي كانوا السبب في طلاق امي علشان ما بقاش عاقة الاب لما شفته معرفتوش اصلا، علما بان صحته كويسة جدا ومش عاوزني، هو هيتجوز اصلا بس عاوز خدامة لعماتي ببلاش؟ لصاحبة الرسالة، اللي بيزرع شوك مش من حقه يتعجب ابدا انه محصدش ورد. الابوة الحقيقية مش اسم في شهادة الميلاد، الابوة حب ورعاية ومسؤولية واهتمام. ابوكي الحقيقي هو اللي رباكي، هو اللي كافح علشان يصرف عليكي ويهتم بيكي على الرغم من انك مش مسؤوليته اصلا. اختيارك صحيح، لكن من وقت للتاني حاولي تتصلي بوالدك من باب صلة الرحم. وبتمنى لك حياة سعيدة.